بيبدأ الفيلم بالأميرة تشوري وهي بتحاول تلاقي طريقة تعالج بيها أخوها بلاك بانثر، لكن للأسف بتناديها أمها راموند واللي بتقولها إن أخوها للأسف مات، وبتتأثر جدا لما بتسمع الخبر الحزين ده وبتكون مش مصدقة إن بلاك بانثر مات. وبيقرروا إنهم يعملوا كل مراسم الجنازة لبلاك بانثر واللي بيكون فيها كل أهل واكندا، واللي بيتابعوا التابوت الخاص بيه واللي بيطلع قدامهم لحد ما بيتبدل جوه المركبة الخاصة بيه. وبعد مرور سنة كاملة بيكون في اجتماع للأمم المتحدة في مدينة جنيف في سويسرا، وبيكون الكلام عن ان دولة واكوندا فشلت في منع انتشار فابرينيوم، وده معدن نادر جدا وممكن يضر العالم لو تم استخدامه بالغلط. وبيكون في معمل بوكندا بيعملوا فيه ابحاث عن معدن الفابرينيوم، ده بيكون جوه دولة مالي. واثناء انشغال الباحثين جوه مركز الابحاث بيهجم عليهم مجموعة جنود عاوزين ياخدوا المادة دي من مركز الابحاث، لكن بيتفاجئوا برد قوي جدا من المقاتلين الموجودين جوه مركز الابحاث واللي بيديهم درس عمرهم ما بينسوه ابدا. ومش بتكتفي ريموند ملكة وكندا بالرد ده، لا ده بتجيب الاسرى من الجنود اللي هاجموا المركز وبتعرضهم على الحضور جوه مبنى الامم المتحده. وبيكون في المحيط الاطلسي في نفس الوقت الناس بتدور على حاجه تحت البحر، ومنزلين ناس بتدور على حاجه وتقريبا بيدوروا على الفابرينيوم، لكن اللي بيحصل بيكون غريب شويه لان الانوار اللي تحت البحر كلها بتنطفي، والاتنين الغواصين واحد منهم بيختفي والتاني بيجيله هلاوس كتير تحت الميه، وبيتقطع الارسال ما بينهم وبين السفينه الام. وبيحصل حاجه اغرب وهي ان كل عمال اللي على السفينه بيرموا نفسهم من السفينه في البحر وتقريبا بيكونوا تحت تاثير التنويم المغناطيسي. وبترجع ملكه واكندا للمملكه بتاعتها وتتكلم مع بنتها الاميره شوري واللي بتكون مشغوله قوي بابحاث علميه كتير بتشتغل عليها. وبتسالها ريموندا على عشبه قلبيه كانت بتشتغل شوري عليها عشان تنقذ تشالا اللي مات وما عرفتش تنقذه. بتقرر ريموندا انها تاخد شوري وبيروحوا المكان بعيد في المملكه عشان يكونوا هما الاتنين زعلانين عشان عدى على وفاه تشالا اكتر من سنه. وبتكون شوري متضايقه جدا وجواها غضب شديد جدا، وبتقول لريموند انها زعلانه جدا ونفسها تحارب العالم كله عشان تقدر تجيب حق اخوها تشالا. ولكن وهم بيتكلموا بيقرب منهم حد غريب على المملكه خالص وبيكونوا مش عارفينه، ولما بيهددوه انهم هيموتوه وبيقول لهم ان اسمه ناميور وده ملك مملكه تولكان. ولما بيسالوه عن سبب وجوده هنا بيقول لهم ان في بنت من المملكه بتاعتهم بتصنع اداه للكشف عن الفابرينيوم وان ده خطر كبير على المملكه بتاعته ولازم هم يمسكوها ويوقفوا الاكتشاف ده لانه هيكون خطر على الكل. وبيقرروا انهم يدوروا على البنت دي ويرجعوها على مملكه واكوندا. وفعلا بيكون العميل روز بيلعب رياضه الصبح وعنده حماس كتير قوي لحد ما بيلاقي حشره بتطير قريب منه، ولما بيهشها ما بتبعدش فبيعرف انها دليل لحاجه وبيمشي وراها وبيلاقي قدامه شوري واكوكا قائد جيش واكوندا بيطلبوا منه انه يساعدهم عشان يوصلوا للبنت اللي صممت اداه الكشف عن الفابرينيوم. وبيرد عليهم ان امريكا محتاجه الابتكار ده جدا بس البنت اللي بتصممه لسه ما وصلتلوش. وبيعرفوا ان المخترعه بنت وبيوصلوا ليها وبتكون طالبه في جامعه كامبريدج وبيتكلموا معاها وبتعرف ان اللي بتكلمها الاميره تشوري وبتقول لها انها هتنفذ كلامهم بعد ما بتكون قلقانه من اللي بيحصل. وبتوديهم فعلا للمختبر الصغير اللي بتعمل فيه الابتكار ده وبيلاقوا هناك بدله شكلها غريب بتشتغل عليها المخترعه اللي اسمها رير عشان تكون بدله خارقه لاي حد يلبسها. لكن هما بيتكلموا بيحاصر افراد الشرطه المكان ده وبيقرروا انهم يهربوا وبيقسموا نفسهم. اوكويا بتركب عربيه وتشوري بتركب موتوسيكل، اما ري بتلبس البدله الغريبه بتاعتها وبتطير بيها. وبتحصل مطارده من الشرطه للثلاثه ري واوكويا وشوري، وبتلاحظ ري ان في طياره بتتابعهم وبتطلع وراها وبتنجح انها تضرب الطياره دي، لكن الاكسجين عندها قليل جدا وبتقع على الارض. وبتتفاجئ اوكويا ان في حوت طالع من البحر وبيرمي شويه جنود على الارض وبيدور بينهم وبين اكويا معركه قويه جدا لحد ما بيرموا عليها قوقعه شكلها غريب. ومن وقتها بتقع اوكويا في البحر وبيستغل الجنود دول الفرصه وبيقرروا انهم يخطفوا ري ومعاها شوري بنت ملكه واكوندا. وبيجي اتنين من المحققين، المحققه دي فونت والمحقق روس، واللي بيعرف من المحققه ان الواكنديين هم السبب في الهجوم على سفينه استكشاف الفابرينيوم. واثناء ما هم في الطريق بيجي الروس تليفون وبتسيبوا دي فونتين يتكلم، وبيكون اللي بيكلمه هو ريموند واللي بتقول له يساعدهم انهم يلاقوا شوري بنتها. وبتقرر في نفس الوقت انها تدور بنفسها على بنتها وبتروح هايتي وبتقابل واحده من المملكه بتاعتها بتشتغل هناك واسمها نايا وبتقول لها على اللي حصل لشوري وبتطلب منها تساعدها باي طريقه انها تلاقي بنتها. وفعلا بتروح نايا لمكان في المدينه وبتتكلم مع ست عجوزه وبتعرف منها ان اللي خطف شوري هو الملك ناميور ملك مملكه تولكان، واللي وقتها بيكون بيتكلم مع شوري واللي بتحاول تساله عن سبب خطفه ليها وبيحكي لها حكايه صغيره انه كان من البشر عادي جدا لكن في مرض في القبيله بتاعته وبيدوها ماده للعلاج بتكون مستخرجه من البحر، لكن الماده بتحولهم وبيكونوا بيحبوا الحياه في البحر زي السمك. وبيقول لاميره انه نوري بيوريها مملكه تولكان وبيلبسوها بدله شكلها غريب شويه وبتاخد الطريق في البحر لحد ما بتوصل لمملكه تولكان واللي بتكون مملكه مبهره جدا. وبتكون نايا وصلت لمكان شوري وبتتصل بالملكه ريموند وبتقول لها ان الحلقه اللي لابساها شوري بيدي اشاره انها تحت البحر. وبيتكلم ناميور مع شوري وبيقول لها انه عاوز مساعده واكوندا كلها، ولما
وبتساله طب لو رفضنا بيهددها انه هيموت العالمه ري وهيضرب وكوندا كلها وهينهي المملكه دي خالص. بعدها بتقرر ريموند انها تقابل ناميور وبتقول له ان الحكومه الامريكيه شاكين ان الواكنديين هم اللي ضربوا سفينه الاستكشاف بتاعتهم، وانه لو ما سلمهاش العالمه وبنتها شوري هتبلغ عنه، فبيهددها انها لو عملت كده هيموت العالمه وشوري بنتها وهيهاجم مملكه وكوندا كلها. وبتقدر نايا انها تدخل مملكه تولكان وبتوصل لمكان شوري والعالمه ري وبتنجح انها تنقذهم من ناميور وبتخرجهم بره مملكه تولكان وبتخرج من الميه بيهم وبتكون منتظراهم من مركبه بلاك بانتر. وبتطلع شوري وبتقابل امها وبتطمن عليها ريموند وبتسالها في حد اذاك، بتقول لها شوري ان مفيش حد اذاها وانها كويسه. وبتكون ايكويا بتتكلم مع اختها جوه المملكه وفجاه بيلاقوا هجوم عنيف جدا من ناميور وجنوده واللي بيقف قصاده قائد الجيش وبيرد على ناميور، لكن ناميور بيضربه ضربه قويه جدا بتسكته خالص. وبتحاول شوري انها تهاجم ناميور بالطياره بتاعتها لكن هو بينزل في الميه وبتكون حركته اسرع وما بتعرفش تسيبه، لكن هو بيكمل وبيروح لحد المكان اللي فيه ريموند ملكه وكوندا ومعاها العالمه ري وبيضرب حربه في الحاجز اللي بينهم وبيبعد وبيروح يجيب احجار بتنفجر وبيرميها ناحيه ريموند وبيغرقها هي والعالمه في البحر. وبتحاول شوري ونايا واوكويا انهم ينقذوهم وفعلا بيقدروا ينقذوا العالمه، لكن للاسف بتموت ريموند ملكه مملكه وكوندا وبتكون شوري حزينه جدا على وداع ملكه وكوندا، لكن بتقرر بعدها تشتغل على العشبه القلبيه بتاعت جينات تشالا واللي بتحاول تعمل نسخه منه وفعلا بتنجح العشبه وبتحفظ جينات تشالا. بتقرر شوري انها تدي الماده دي وبتروح في حلم بتشوف فيه ابن عمها واللي له يد في مشاكل كتير في المملكه، ولما بتفوق بتقول لهم اكيد التجربه فشلت، لكن بتزق حاجه بايديها بتلاقي عندها قوه غير عاديه. وفعلا بتدور معركه قويه جدا بين مملكه تولكان ومملكه وكوندا بتحاول فيها شوري واوكويا ونايا وري اللي طورت البدله الخارقه بتاعتها وبيقدروا يكسبوا جزء كبير من المعركه. وبتقرر شوري انها تعمل كمير لناميور ان يركب المركبه بتاعت بلاك بانثر وبتدور معركه قويه بينهم جوه الطياره الغريبه دي واللي بتدور في منطقه فاضيه، وبيقرروا يكملوا المعركه في المنطقه دي وبيقدر ناميور ان يضرب شوري بحربه قويه، لكن هي بتفتكر كلام ريموند انها لازم تخلي ناميور يستسلم وما يهاجمش وكوندا ابدا، وفعلا بتهدده لحد ما بيستسلم هو وجيشه بالكامل. تخلص وكوندا من هجوم ناميور وبتزرع العشبه القلبيه وهي فخوره بالابتكار اللي حققته، وبتصرح عربيه العالمه ري وبتودعها وبتشكرها على وقوفها جنب مملكه كوندا. في نفس الوقت بيكون روس مقبوض عليه عشان متهم بالتعاون مع مملكه وكوندا، لكن اوكويا قائد الجيش بتعطل العربيه اللي هو فيها وبتقدر انها تنقذه من السجن. وبتروح شوري على البحر في هايتي وهي مليانه ذكريات كتير وحزينه جدا على فقدان تشالا اللي هو بلاك بانثر وامها ريموند ملكه مملكه وكوندا، وبيجي جنبها طفل صغير هو ابن نايا وبيقول لها انا اسمي تشالا على بلاك بانثر ملك مملكه وكوندا. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.